ده بوست منتشر على لسان أستاذ في طب المنصورة في قسم النساء والتوليد بخصوص طبعا موضوع الطبيبات أو النائبات لما الطبيبات المقيمات المستقيلات من طب المنصورة. وبيقول لك إنه اللي عايز الدح ما يقولش أح. طبعا تعبير سخيف جدا لا أقبله على من أستاذ في حق طبيبات في سن بناته أولا. فيعني قد يكون خانه التعبير يعني. آه، طبعا قسم النساء والتوليد قسم صعب جدا، لكن لازم نعترف ان برضه في تحيز ضد السيدات فيه، تحيز واضح، لانه اي دكتور نساء راجل بيشعر بنوع من الخطر. طبعا مش قاعدة عامة، في ناس كويسين جدا ومحترمين جدا في قسم النساء وانا اعرفهم يعني في سواء عندنا في شغل او غيره، لكن القاعدة يعني شبه العامة انه اي استاذ او اي دكتور نساء شاطر بيشعر بالخطر من تميز طبيبة نساء، لانه طبيعي لو الاتنين على نفس الدرجة من الكفاءة. لو افترضنا وجود دكتورة نساء على نفس درجة كفاءة أستاذ كبير في النساء، فطبيعي الست بشكل طبيعي وسوي هتروح للدكتورة مش للدكتور. اللي بيخلي الست تروح لدكتور نساء راجل هو إنه مش لاقية حد بنفس الكفاءة أو قريب منه في السيدات. طبعا اقتراح ان الجامعات اللي هي الخاصه تعمل كليات او اقسام للطب النساء والتوليد يبقى قاصر بس على الطبيبات او على البنات، اعتقد انه ده هيبقى فكره مش بطاله، فكره حلوه، وانا شخصيا مؤيد ليها لو ينفع تتعمل. بس طبعا هينقصنا هنا انه ما عندناش اصلا عدد كافي من الكوادر التعليميه. يعني ما عنديش اساتذه في تخصص النساء والتوليد من السيدات يكفي لانشاء مثل هذه الكلية أو هذا القسم يعني. الحاجة التانية يعني هنضطر طبعا نجيب رجالة، فهتبقى القصة هي إن أساتذة رجال هيدرسوا هذا القسم أو هذا البرنامج يعني الخاص بالسيدات. هل يعني هجيب الدكاترة هيساعدوا هم شخصيا في حاجة قد تضر مستقبلا بمستقبلهم؟ ما اعرفش هل هيقبلوا كده او لا. لكن في النهاية برضه كل واحد بياخد رزقه، مفيش حاجة اسمها باخد رزق حد، وكل واحد له رزقه. الدكتور النساء الشاطر هيلاقي رزقه حتى لو الدنيا كلها اتملت دكاترة نساء من السيدات، فلازم نفكر بشكل أكثر عقلانية.